يلا بينا نعمل سمك ماكريل، سمك سنجاري بطريقة سهلة جدًا، جدًا، وبحشو ممتاز هيعجبكم أوي، أوي. أنا متميزة جدًا في عمل السمك السنجاري ده. يلا بينا نشوف معانا إيه. معايا سمك ماكريل أو سمك بلاميطة مفتوح من الضهر، بلاش تفتحوه من البطن، السنجاري بيتفتح من الضهر. هنفتحه وننضفه كويس أوي ونغسله كده وننقعه في مَيّة وليمون وملح وخل، وهنسيبه منقوع كده شوية، وبعد كده بقى ايه هنصفيه وننشفه كويس جدا بمناديل مطبخ. وهنبدأ بقى نتبله بملح وفلفل اسود وكمون وبابريكا وبعصير ليمونة كده كبيرة، وبحتة تتبيلة كده هنعملها مع بعض دلوقتي، حتة دقة. هنسيب السمك بقى يتبل على جنب كده ونشوف المكونات اللي احنا هنحشي بيها السمك. معايا طماطم متقطعة مكعبات صغيرة كده زي السلطة، ومعايا جزرتين كبار مبشورين بشر ناعم، ومعايا قرنين فلفل حامي متقطعين قطع صغيرة، وكام فص توم كده، ونص كوباية كزبرة خضرة. حطي كزبرة في السمك بلاش بقدونس، تدي ريحة حلوة قوي قوي، طعم مميز مميز في السمك. وكمان معايا نص او ربع حزمة كده شبت. تمام. ومعايا بقى عصير ليمونتين كبار، ومعايا معلقتين خل، ومعايا ليمون شرايح. يلا بقى بينا نعمل الدقة بتاعتنا في الهون. الدقة بتاعتي بتبقى مميزة جدا جدا في الهون، احسن من الكبة بكتير. صدقوني التفاصيل دي كلها بتفرق جدا في طعم الاكل. توم على فلفل على شوية بقدونس على شوية كزبرة على شوية شبت، ودقتهم كويس قوي مع بعض بشوية ملح. وهنبدأ بقى نجيب بولة كبيرة ننزل فيها بالطماطم والجزر والكزبرة والشبت وحتة من الدقة اللي احنا عملناها دي، وهنتبل بملح وفلفل وكمون وبابريكا وكزبرة ناشفة. وهنزود نص كوباية زيت علشان تدي لمعة حلوة قوي للسمك بتاعنا ولون مميز. هنقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه. هنا بقى تشموا احلى ريحة للتتبيلة. هنجيب الصينية بتاعنا اللي هتدخل الفرن، وهنجيب كده ورقة فويل وعليها ورقة زبدة علشان الاكل بتاعنا بلاش يلمس ورق الفويل، طبعا غلط. وهنجيب السمك بتاعنا بقى نحطه بالشكل ده، وهنبدأ نحشيه بالتتبيلة الجميلة المميزة بتاعنا دي. وهنلف بقى الورقة الفويل حوالين السمكة كده زي ما انتم شايفين. هعمل معاكم واحدة كمان ورقة الفويل وعليها ورقة الزبدة. وبعد كده نحط السمكية ونحط الحشو بتاعنا، ونبدأ نلف ورقة الفويل بالزبدة حوالين السمكة زي ما انتم شايفين. هنخلص الكمية بتاعنا بقى زي ما انتم شايفين كده. عندي ليمون شرايح بقى، هبدأ احط الليمون بتاعي كده على السمك، وهندخل بقى السمك على فرن سخن جدا في الرف اللي قبل الاخير. يا دوب السمك ما بيغيبش، هناخد تحت بس 5 دقايق بالظبط، وبعد كده هنطلعه تحت الشواية يكمل سوا وياخد اللون الحلو اللي هتشوفوه دلوقتي. هنا باقي معايا حتة كده حبة سلطة كده من بتوع الحشو بتاع السمك. هنعمل بهم ايه؟ هنجيب بطاطستين كبار وهنقطعهم بقى صوابع كده بالطول، ولا هي سميكة قوي ولا رفيعة قوي. وهنحط عليهم بقى شوية السلطة دول وندخلهم الفرن، وهتاكلي احلى صينية بطاطس ناشفة. تمام. على ما ده كله بقى يحمر كده في الفرن، يلا بينا نعمل رز حباية وحباية. حل على النار فيها شوية زيت ومعلقة زبدة. هننزل بنص كمية الرز بتاعنا نديلهم تحميرة كده لحد لما يوصلوا للون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هنزل بالرز بتاعي اديله تشويحة واظبط الملح، وانزل بالمية المغلية قد الرز مية، واسيبهم لحد لما ينشفوا بقى، وبعد كده اهديله النار واسيبه لحد لما يستوي. السمك بتاعنا بقى طلع من الفرن، الله على جماله، واخد لون حلو قوي قوي، ريحته فظيعة، طعمه جميل جدا جدا ومميز قوي، حلو قوي قوي. جربوه بالطريقة دي هيعجبكم ان شاء الله. ويلا بينا نشوف كمان صينية البطاطس القمر. طعمها طلع تحفة يا جماعة، والله العظيم حلوة قوي، بسيطة جدا وحلوة قوي وناشفة كده وجميلة. والرز كمان استوي ومفلفل وزي الفل. هنغرف بقى الرز بتاعنا. الرز حباية وحباية ده جنب السمك بيبقى خطير بصراحة، جميل جدا.
هنفرد بقى الرز بتاعنا كده ونحط عليه، نرص عليه السمك بتاعنا. شايفين فلفلة الرز ولونه حلو قوي قوي. لو وصلتوا معايا لهنا بقى لايك وشير للفيديو لو عجبكم. شايفين البطاطس وجمالها ولونها بقى وطعمها تحفة تحفة تحفة، حلو قوي. والسمك كمان جربوه بالطريقة دي هيعجبكم جدا جدا جدا. لايك وشير للفيديو لو عجبكم، متابعة للصفحة على الفيس، ولو بتشوفينا على اليوتيوب اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. شايفين أرضية السمك والتسوية الممتازة. هشوفكم إن شاء الله في وصفة جديدة، وصفة سهلة بإذن الله، في رعاية الله. سلام عليكم.